السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن حقيقة فيديو المندس. المندس زي ما احنا شفناه شاب بيدعي ان هو مش اخوان، وانه اندس في وسط الفلول على مدار ال3 سنين اللي فاتوا علشان يظهر حقيقة البلطجية اللي بيتحدوا مع والجيش والشرطة علشان يضربوا الثوار في وقفات الثوار. قبل ما ابدأ الفيديو، وحده تمكن من اللعب على كل أجهزة الدولة على مدى عامين، ومن التخفي بأكثر من مظهر لتصوير المشتبهين، لأن الأمن المصري ليس بهذا الذكاء كما يقول. بص، هو الأمن عندنا مش بالذكاء ده، ولكن طبعا لازم الشباب بياخدوا احتياطاتهم، أي أن لا علاقة مباشرة له نهائيا بأي من الإخوان، لا بل أنه كان خائفا منهم. طبعا أنا كنت يوميها مرعوب، اولا ان انا طبعا انا خايف من الاخوان، ولكن هذا ذكي جدا، ومثله قناة الجزيرة التي أعدت له فيلم احتفالي ببطولته لم يتنبهوا لما كتبه هو منذ عامين في 13 من أغسطس 2012 على صفحة نشطاء العسكر على الفيسبوك، التي اعترف بأنه هو منشئها، معلنا عن تسليم الملفات لرئاسة الجمهورية. نشكر كل من ساهم معنا في جمع المعلومات من صحفيين وثوار وشباب محب لمصر حاول معنا في البحث عن معلومة. ولكن ألم تقل بأنك كنت وحدك؟ تعمل بمفردك؟ أنا ليا أسلوب تاني غير قناة 24. قناة 24 المحترمة أثبتت لنا إن مهند عايش في قطر، وإن قناة الجزيرة عملت الفيديو دوت أو الفيلم ده من خطتها لضرب أمن مصر وزرع البلبلة في الشارع المصري بين شباب مصر المختلف ميوله وانتمائه السياسي. كيف تتبنى الجزيرة فيلما كهذا وتروج له بكل قواها؟ وكيف تجعل نفسها منبرا لتحريض الشعب المصري على أن يتحول كله إلى خلايا مخابراتية؟ لا بل كيف تقبل قطر أن تكون أرضها منطلقا لعمل استخباراتي ضد دولة مصر؟ فمهند جلال الذي على ما يبدو ليس سوى واجهة إعلامية يعلن من قطر بأنه في صدد إنشاء فريق سري جديد للمندسين في مصر، ويوجه الدعوة لمن يرغب في المشاركة. فعلى ما يبدو انتقل إلى قطر منذ مدة واستقر فيها، وكما تكشف إحدى تغريداته كان بصدد فتح حساب بنكي فيها بداية هذا العام. إذن فإن قطر تتبنى وربما أكثر من ذلك مشروع الإخوان الاستخباراتي ضد الدولة المصرية. أليس ذلك اعتداء على السيادة الوطنية المصرية؟ كيف تحول قطر نفسها مكانا للدسائس والمؤامرات على الدول؟ لمصلحة من تفعل ذلك؟ مهند، انت دورك مندس انتهى. أنا يا جماعة هاخدكم في حاجة تانية خالص بقى، نمشي واحدة واحدة كده عشان يثبت إن مهند مدلس ومزور وأفاق. دقيقة 13 بلال فضل في أحداث ماسبيرو جايب فيديو بكاميرا مهند، وبلال فضل بيقول إن الناشط مهند نزل الفيديو ده على النت. تعالوا نشوف الفيديو ده اللي صوره الناشط مهند جلال ونزله على اليوتيوب، والحقيقة يعني إنه مفزع وحزين. هو بيصور طبعا مخبي الكاميرا، فالكاميرا مهزوزة طول الوقت. اتفضل. وقع الشرطة العسكرية والأمن المركزي والبلطجية. مشهد بربري لو كان في بلد تحترم الإنسان كل دول يتقدموا للمحاكمة والمسؤولين عنه. مش لغة التبرير ولغة الإهانة الإنسان. واحد فيهم بيقول له خلاص يا جدعان عشان ما حدش يصوركم يا جدعان. ده اللي هممته. بلال فضل يا جماعه مش جايب الصوت بتاع الفيديو وبيقول ان الكلام اللي مكتوب على الفيديو هو اللي بيتقال في الفيديو. طب ليه يا بلال يا فضل ما سمعتناش الفويس بتاع الفيديو؟ ليه ما سمعتناش الصوت بتاع الفيديو؟ ايه الدليل؟ احنا هنصدق بلال فضل علشان مكتوب على الفيديو كده؟ لا مش دليل يا جماعه. مش يمكن بلال فضل هو واللي نزلوا الفيديو اللي هو مهند شالوا الفويس بتاع الفيديو وكتبوا اي كلام علشان يلفتوا انتباه المشاهد للصوره اللي بتحصل في الفيديو
بالشكل اللي هم عايزين يوصلوه للمشاهد. طب ايه الدليل؟ بعد دقيقة ونص يا ثورجية يا اذكياء يا ابطال يا ثوار يا احرار يا اللي مفيش منكم اتنين في الدنيا، بعد دقيقة ونص في الدقيقة 14 ونص مهند نفسه بيشرح لكم نفس الفيديو بشكل تاني خالص. هنا انا وهو راجع هم بيضربوه، فهو عمال يجري ويضربوه يجري ناحيه اتجاه تاني ومش عارف ايه، هم بيضربوه، هو وقع على وشه، هو وقع على الرصيف على وشه. فانا اتفاعلت معاه وبقول لهم خلاص وقع على وشه يا جدعان، وقع على وشه. وانا اكتشفت ان ده كان غلط، ان انا اتفاعل. هي الفكره ان انا تفاعلت معاه وهم بيضربوه بشكل مرعب. مش عايزين حد يموت. بيضحكوا عليكم يا مغفلين وبيعرضوا لكم نفس الفيديو في دقيقة وبعدها بدقيقة ونص بمعنيين مختلفين. ليه؟ علشان يوهموا المشاهد بأحداث كتيرة مختلفة في السياق اللي هم عايزينه. والثورجية المغفلين من إخوانجية وكفيانجية وسكس إبريليين وتغييريين بينتموا للجمعية الوطنية للتغيير، كل الشباب الجامد بتاع السياسة اللي في بلدنا عدت عليه ان الفيديو اللي في الدقيقة 13 هو الفيديو اللي في الدقيقة 14 ونص بشكل مختلف خالص، بغرض مختلف خالص من مهند ومن بلال فضل. وعايز اقول لبلال فضل حاجة، تك على صبر ان شاء الله في الجزء الثاني من فيديو المخابرات هعرفك اصلك. المهم المندس يا جماعة كان عامل لكم الفيديو بتاعه فقرات معينة. من ضمن الحاجات اللي مهند اتكلم عنها لما قرر انه يندس ويراقب الفلول، مهند عمل ايه؟ عمل كده. وابتديت انزل مظاهرات الفلول. مره نزلت وسطهم متنكر في شكل بياع غزل بنات وماسك زماره ومعايا الخشبه اللي هي متعلق عليها غزل بنات وببيع غزل بنات واقف حواليهم وبلف. مره تانية كنت اشتريت عفريته زبال ونزلت في وسط متظاهرين ان انا يعني ايه زبال بيكنس الشارع وفي نفس الوقت بيلقط رزقه وكده. كان في مظاهره نزلت فيها على ان انا شكلي سلفي، لان قيل ساعتها في المظاهره دي ان الشيخ محمد حسان نازل، فكنت ساعتها بقى مطول دقني وحلق شنبي ولابس بتاع وماسك كتاب لعمر بن الخطاب وسجادة الصلاه. مهند تنكر في زي بياع لولا، وتنكر في زي زبال يا زبال، وتنكر في زي سلفي. سبحان الله، وانا بتفرج عليه حاسس ان الواد ده بيكذب. طيب تعالوا نبص للفيديو ده كده. ايه اللي حصل في الفيديو ده؟ في الفيديو ده باين ان مهند المندس لما جه خرطوش فيه في احداث محمد محمود، والخرطوش كسر الازاز بتاع النضاره، والنضاره جه منها طراطيش ازاز في عينه، دخل يعالج عينه. ليه يا مهند بتصور الاحداث دي؟ علشان يوثقها في الفيلم اللي هو بيعمله. تصور مراحل علاج عينيه علشان يثبت لنا وهو بيحط الفيديوهات ان هو واد دقيق، وان هو بيصور الاحداث المهمه علشان يعمل الفيلم بتاعه القوي. مفيش مشاكل يا مهند. السؤال المباشر لمهند، هو انت لما صورت الاحداث اللي مرت عليك وانت بتعالج عينيك، مش كان الغرض انك توثق الاحداث دي عشان تحطها في الفيلم زي ما حصل؟ برافو عليك. طيب انت لما كنت عامل لولا وعامل نظافه وسلفي، مش ده كان شغلك في الفيلم اللي انت بتعمله لنا؟ صح. هو انت مندس في وسطنا كفلول، مش المفروض تصور الاحداث اللي انت عشتها في وسط الفلول وانت مندس في وسطهم على اساس ان انت واحد منهم؟ فين هي الاحداث دي؟ وانت عامل بتاع لولا ما عندكش فيديوهات للمظاهره اللي انت كنت فيها او الوقفات اللي انت كنت فيها. وانت عامل نظافه ما عندكش فيديوهات للمظاهره او الوقفه اللي انت كنت فيها. وانت عامل انك شاب سلفي ومحمد حسان كان نازل زي ما انت بتقول، ما عندكش فيديوهات للمظاهره او الوقفه اللي انت كنت فيها وانت سلفي. فين الفيديوهات دي يا مهند؟ هو محمد حسان يا جماعه عمركم سمعتوا من 2011 لغايه دلوقتي نزل وقفه من وقفات الفلول؟ هو محمد حسان نزل وقفه في العباسيه يعيد القوات المسلحه؟ هو الواد ده كداب ليه؟ بصوا يا جماعه،
ده شغل مهند، انه يندس في وسط المتظاهرين الفلول البلطجيه اللي هو بيقول ان هم بيساعدوا الداخليه والجيش. لازم يكون بيوثق كل الحاجات دي بفيديوهات. فالمخرج الضل اللي بيشتغل في قناه الجزيره عارف ان المتخلفين اللي قاعدين بيتفرجوا من مدعي الثورجه هيصدقوا، وعارف ان اللي هيساعده على كده اللجان الالكترونيه اللي بتخش تكتب كومنتس على الفيديو تحت في اليوتيوب في القناه بتاعته، تخلي اي حد من الفلول داخل يعارض او يختلف مع اللي بيحصل يتردد ويقول هيشتموني وهيقلوا ادبهم عليا. ودي اساليب اللجان الالكترونيه اونلاين على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، ان هم بيخشوا باعداد كبيره كذا اكونت ويحاولوا يحجموا تعليقات اي حد بينتقدهم او بيحاول يوضح تزييفهم للحقائق. طيب فمهند يا جماعه اللي صور نفسه وهو مريض وبيتعالج في حاجه مش هتفيدنا باي شيء، معرفش يصور الاحداث المهمه. على فكره ممكن واحد يقول لي ازاي مهند وهو عامل نظافه هيصور؟ ازاي؟ هيشكوا فيه ازاي وهو في حد بيبيع لولا هيصور؟ هو في شاب سلفي هيصور؟ طبعا في شاب سلفي هيصور، لكن ممكن اي جربوع من الجرابيع مدعي الثورجه يقول لنا ازاي وهو عامل نظافه هيصور وازاي وهو بتاع لولا هيصور. صح يا مسلمي؟ صح. هنقول له بنفس الشكل اللي صور بيه مرحله علاج عينيه، بنفس الشكل. مين اللي صورك يا دودو وانت بتعالج عينيك يا دودو؟ مين اللي صورك؟ واحد صاحبك ولا الدكتور؟ اي ابن افاعي صورك وانت بتعالج عينيك كنت تقدر تجيبه وتمسكه كاميرا وتقول له اقف بعيد قوي وصورني كذا شوت وانا عامل نظافه وانا بتاع لولا وانا سلفي، بس من بعيد عشان الفلول الوحشين اللي انا مندس وسطهم ما يكتشفوش ان انا بصورهم، عشان مش هعرف انا اقوم بالدور ده واصورهم وانا في وسطهم. انت جربوع يالا، انت جربوع. نيجي لحاجه بقى مهمه جدا، وهي كيفيه تدليس وتزييف الحقائق وايهام مدعي الثورجه الغلبانين بانها حقائق. بصوا يا جماعه، اخر مرحله في فيديو مهند كانت عباره عن انه بيفضح بقى بالصور والفيديوهات اللي هو صورها واللي جابها من على الفيسبوك واللي جابها من على اليوتيوب، الفلول البلطجيه اللي كانوا بيساعدوا الشرطه والجيش في ضرب المتظاهرين. وحمله كسبون شغاله، ابتدت حمله كسبون تتضرب في الشارع. يعني في اماكن معينه حمله كسبون نزلت اتضربت فيها، وبعدين ابتدى يتكتب بقى ايه في الجرايد بقى كل يوم: اهالي المنيل يضربون حمله كسبون، اهالي الزمالك يتجمهرون ويمنعون حمله كسبون، وهكذا. يعني مهند اخر مرحله عايز يثبت فيها ان اللي كانوا بيساعدوا الجيش والشرطه بلطجيه ومش مواطنين. في مشهد مهند جابه من على اليوتيوب من على القناه بتاعتي في فيديو انا كنت مصوره يوم 6 ابريل 2012 من العباسيه من قدام اكاديميه الشرطه، لما كنا بنطالب عمر سليمان انه يرشح نفسه، وراح عمل قط للفيديو. اي حد هيبقى يتعدى على اي مسيره لعمر سليمان او اي مسيره للجيش هيكون ده هو جزاؤه، هيكون ده جزاؤه، وانا بقول لكم كلكم هيكون ده جزاؤه، هيموت. تعالوا نبص على الفيديو دوت الحقيقي هنلاقي فيه ايه، هشرح لكم فيه ايه وبعد كده هسيبكم تتفرجوا عليه. الشاب اللي لابس تيشيرت اسود وقال الكلام اللي انتوا سمعتوه، الشاب ده عندي على الاكونت بتاعي وكنت لسه ما شفتوش واول مره اشوفه في اليوم ده. في اليوم ده يا جماعه اتضرب خرطوش على الناس اللي بتأيد عمر سليمان. سكان العباسيه والناس اللي جت من كل حته تنضم لسكان العباسيه علشان يعملوا وقفه يطالبوا عمر سليمان بالنزول للترشح لرئاسه الجمهوريه. اتضرب علينا خرطوش على الوقفه من بعيد، فالناس جريت الاول وبعد كده قرروا ان هم يجروا ورا اللي ضرب خرطوش. جريوا ورا اللي ضرب خرطوش، راح الشاب دوت مسك واحد منهم
الشاب اللي عمال يقول هيكون ده جزاؤه في الفيديو اللي انتوا شفتوه. واحد صاحبي اسمه محمود لابس قميص اسود هتشوفوه في الفيديو، فانا بقول له فين الناس اللي معانا، فمحمود بيقول لي الشاب ده اللي جابه. فجه الشاب اللي جابه وانا بسلم عليه لقيته بيقول لي انا جوبا يا محمد، فانا عارف ان في نيك نيم عندي اسمه جوبا، فسلمت عليه وقلت له برافو عليك، وبعد كده مشي. فانا قعدت اتكلم معاه، فراح بص على الكاميرا عشان يقول الكلام اللي انتوا شفتوه. وبعد ما قال الكلام اللي انتوا شفتوه وحصل قط من المندس علشان يحط الفيديو في سياق ان دول بلطجيه، حصل بقيه الفيديو اللي انتوا ما شفتوهوش. فانا هسيبكم مع الفيديو تتفرجوا عليه بالتفصيل الممل. ارجع تاني، يلا ارجع تاني، ارجع تاني ولا محمود 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 فين؟ طب خليه هو معانا في المربع ده. هو اللي جابه، هو اللي جابه. انت اللي جابته؟ هو ده اللي جابه. جوبا محمد. جوبا ازيك يا باشا، عامل ايه الاخبار؟ عاش يا باشا، برافو عليك يا جوبا، برافو عليك برافو عليك. جوبا اي حد هيبقى يتعدى على اي مسيره لعمر سليمان او اي مسيره للجيش هيكون ده هو جزاؤه، هيكون ده جزاؤه، وانا بقول لكم كلكم هيكون ده جزاؤه، هيموت. الجيش والشعب ايد واحده، الجيش والشعب ايد واحده، الجيش والشعب ايد واحده، الجيش والشعب ايد واحده. اوعى تسيبنا للاخوان يا سليمان، يا سليمان، اوعى تسيبنا للاخوان يا سليمان، يا سليمان، اوعى تسيبنا للاخوان. ايه رايكم؟ طب انا صورت فيديو تاني 6 دقايق من الوقفه دي، هتشوفوا مؤيدين عمر سليمان وتحكموا بنفسكم اذا كان ده فعلا شعب العباسيه ولا دول فعلا زي ما بيقول المندس بلطجيه. اتنين دخلوا جوه. لو دخل شويه ما حدش يعرفه. لا ما فيش شوط ينزلوا، بتوع الشوط ينزلوا، بس هم كلهم دول ساكنين في شقه فوق، كده جماعه بيعملوا كده. لو الاثنين اللي طلعوا دول ساكنين في شقه فوق مش هتعرفوا كده. هم دول المصريين الحقيقيين، لكن المندس قطع كل الفيديوهات اللي تبين ان الشعب المصري هو اللي بيتكاتف مع الجيش، وراح جايب كام شاب بيقول كام تصريح وقال ان هم دول البلطجيه اللي بيساعدوا الجيش انه يضرب الثوار. المندس المنافق ما جابش الفيديوهات الحقيقيه في احداث محمد محمود واحداث مجلس الوزراء، دي الفيديوهات الحقيقيه، دي احداث محمد محمود. We never give up. We never give up. We never give up. احداث مجلس الوزراء. يا ابني الصف دي بتحدف عليه في النار.
يا كابتن هاتك يمينة. A history of the future, extremely low frequency. What makes you an exception? دول الثوار الاحرار الابرار الاطهار. اللي انا عايز اقوله يا جماعه في الاخر ان المندس عمل الفيديو ده في حضن قناه الجزيره، ما عملوش بكاميرا شخصيه ليه هو، صح؟ ما عملوش بكاميرا يبين بيها ان ده تعبه بتاعه، صح؟ شباب النكسه، نكسه 25 يناير اللي شافوا الفيديو البسيط اللي عملناه دلوقتي ولسه مصممين ان الاخوان، قاده الاخوان ناس طاهره شريفه، قاده 6 ابريل وكفايه والجمعيه الوطنيه لتغيير ناس شرفه، القاده مش الشباب المسكين اللي منتمي للحركات دي. عايز اقول لهم فوقوا بقى علشان الموضوع انتهى، وصدقوني سهل جدا انكم ترجعوا تاني زي ما كنتوا، بس شيلوا بس الحقد والغل من قلبكم وهتلاقوا نفسكم حلوين قوي 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 قوي.